مقطع فيديو قيل انه متصور داخل مقر حزب الوفد المصري عامل ضجة كبيرة. هي حته ولا اتنين؟ هو حتتين بيقول احنا هنتعامل فيهم الاول، لكن هو عنده مكان كبير بس هو عايز ياخد الامان. مش عايز الامان؟ اقول لك انا بقى حل تاني. اتفضل. هتصور لي الحتتين وش وظهر والجنبين. بس فيديو باللي هقول لك عليه. هتكتب لي الدكتور طارق. تكتب الدكتور طارق. وتعمل لي التاريخ بكره وبعده وبعده. لو هتصوره النهارده كام؟ 25. هتعمل لي التاريخ 26 و27 و28 وتكتب لي الدكتور طارق، ده الرمز. وهتبعته لي. لا، هو الحكايه ان هو ما بيفرطش، هو ممكن يجي هو بالتصوير، لكن ان هو ما بيسيبش. هو بيشيل. بص بقى، ما انا هقول لك بقى. هو اصل انا عايز اقعدك معاه. ماشي. ده الحل الوحيد، صح يا سفير بيه؟ الحل ان انت تقعد اسمع منه، لان هو الراجل. الحاجه دي في المنصوريه. المنصوريه هنا؟ يعني هي الحاجه موجوده عنده. هو ده الراجل منه لصاحب المحجر اللي هو عنده الحاجه دي. ماشي. بس مش ماشي ايه منوفي بقى زي ما انت فاهم، وبيبقى عايز نمكي او يقول لك اللي يشوف يطلع معايا ينفذ. انا بقول لك قدام سفير ده هتصور لي الحاجه. هو هيجي لك ما انا لا تسمع كلام. انا مش هصور. ما انا بقول لك انا مش هملك اعمل. مش هيعمل كده. هو هيجي لا هيجي لك هيجي لك هو بالتصوير. انت مفكر عشان يطلع خبير يروح يبص على الحاجه ويمشي كده ويقول شمال السلام عليكم؟ لا، يدفع 100,000 جنيه. لا هو مش موافق. سولاب الشرط ده مش. ما انا بقول لك هو. طب اسمعني بس. سولاب والخبير قاعد 4 ساعات، فلوسه هتترحل على المكان اللي هو عايزه، والخبير قاعد جنب الحاجه، تدي اللوكيشن حاجته ويمشي. طيب عاوز احسن من كده. لا، ما انا فاهم. انا اصلا مش انا اللي بملك. يراجع فلوسه يا خال، انا مش انا اللي بملك القرار ده. انا هعمل ايه؟ تسليما للامور دي كلها وافك الحصار ده كله، ان انا اجيبه يقعد يتكلم معاك حلنا. ما انا بقول لحضرتك انا ما هو لا كلام سليم. حل عشان اطلع لك خبير. طب انا هحاول اكلمه. انا قلت لك مش عايز خبير وتدفع 100,000 جنيه الشرط ده. صور لي الحاجه. انا هحاول اكلمه. اللي شفته من مقطع قال متداوليه انه بيوثق عملية بيع او تفاوض على بيع اثار، ومع الفيديو انتشر حتى اسماء احنا بنمتنع عن نشرها لانه مو متاكدين منها، لكنها اسماء للاشخاص اللي طالعين في الفيديو، وقيل انهم قياديين في حزب الوفد، وانهم تحديدا مساعدي عبد السند يمامة رئيس الحزب. ونقال كمان انه الفيديو متصور في قاعة الهيئة العليا للحزب، وانه الدليل الكراسي وصورة سعد الدين زغلول اللي ظاهرة وراء في المقطع. وفورا العيون توجهت لحزب الوفد اللي المتحدث باسمه نفى انه الظاهرين في المقطع من القياديين، وقال انه تم التواصل معهم علشان يتم التحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في الحزب، وانه لو ثبتت عليهم الواقعة حيواجهوا جريمتين، واحدة سياسية بتخص الحزب والثانية جنائية من اختصاص النيابة العامة. عموما التحقيق داخل الحزب صار من كم ساعة بس، واحنا في تفاعلكم تواصلنا مع المتحدث باسم الحزب وكان لنا معاه هذا التسجيل. كان مفروض يظهر معنا للحديث عن نتائج التحقيق، لكن يبدو انه التحقيق مطول، فحنعرض لكم هذا التسجيل وحنتابع الموضوع. عموما احنا علمنا بيه في الحزب من مواقع السوشيال ميديا ومنه تسرب للاعلام والمواقع الاخرى. الموجودين في الفيديو لو على صحته العضوين في حزب الوفد، بس ليس قياديين وليس اعضاء جمعيه عموميه، عضوين عاديين. عندنا تحقيق النهارده الساعه 4 لمشاهده الفيديو ولمعرفه اذا كان داخل المقر من عدمه. عندنا اجراءين، عندنا تحقيق حزب المعارضه والسياسي. اذا ثبت صحه واقعه الفيديو وانه جوه المقر فبنتخذ عقوبات وفقا للائحه تبدا باللوم لحد الفصل. اما الشق الجنائي فده تختص به النيابه العامه هي وشؤونها. وفي بلاغ مقدم للنائب العام يا فندم، صح؟ السيد رئيس الحزب صرح بكده. انه في بلاغ اتقدم للنائب العام بخصوص الواقعه. لان النيابه العامه عندها امكانيات اكثر من الاحزاب، انها ممكن تبعث الصوتيات والمرئيات في الاذاعه والتلفزيون وهكذا.